والحمد لله الذي نبهنا إلى شيء يجوز أن يكون فصلناه من المربوطين بالسماء، يجب أن نحصلهم ويسعهم ما اتفقوا عليه. مختلفين فيه سنين شوية بنبتدي علشان الملاحدة والماليين والناس اللي يكرهوا الأديان بياخدوا خلافنا، بياخدوا حجة في أنهم يعني يبعدوا عن السماء. ربنا يبارك. احنا توجد مساحة واسعة مشتركة بيننا نستطيع أن نعمل فيها إن شاء الله. هي دي اللي هتسعنا إن شاء الله. يعني نعمل ليس فقط ضد الملحدين وإنما أيضا ضد المنحلين خلقيا واجتماعيا وفكريا. ما هم دول ملحدين عبادة. إلا ملحدين وزيادة. لأن الناس حاليا يستغلون حرية الفكر لأن ينحرفوا بأفكارهم. والله لو كانوا عبيدا لفكر واحد من أول لأراحهم من حرية الفكر هذه. الإنسان يعمل الفكر في القضية الأولى وهي مهمته في حياته، لازم يفكر فيه ويسلم زمامه إلى من خلقه. يبقى أنا الفكر النايم، أنا فكرتي ولا يعتبر. اللي ما يفكرش في غايته يبقى ما بيفكرش. لأن الإنسان أنا بقول مرة إن الصانع من البشر حين يصنع صنعة ما صنعش حاجة وقال شوفوها تنفع في إيه. لا، ده هو قبل ما يصنعها عارف ما عاملها ليه. ثلاجة يعني ثلاجة، غسالة غسالة، تلفزيون، وبعدين عمل له قانون صيانة. يبقى ان حصل فيه زنجانة برضه لقانون الصيانة نقول له مين اللي خلق الإنسان؟ الله هو اللي يحدد مهمته. ومين اللي يعمل له قانون صيانة؟ الله. ما عملناش كده نبقى هنقعد فيها بقى كنا بنودي التلفزيون للجزار نقول له شوف دايما الإنسان يحتاج إلى صيانة ولا يظن في نفسه أنه يحتاج. ما هو الجاهل المرافق. لأن اللي يحتاج ويعرف أنه محتاج يبقى ابتدى يعقل. ولذلك احنا نقول اللي يدي للعامة حقه يبقى مفتح. والله يبقى مفتح. لما يدي للعامة حقه وده يسكت ايه؟ طبعا من ان لما اللي عامل انه بيشوف يقف خلاص.